بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، ولا ومرحبا بكم. نقل تلفزيي مباشر ياتيكم من مدينه اكادير. اللقاء المرتقب بعد لحظات فقط سندخل في غمار منافسه قويه تجمع بين كل من فريق حسنية أكادير الذي يستقبل داخل قواعده امام جمهوره فريق الرجاء الرياضي. مقابله من المقابلات المرتقبه والتي ننتظر كيف سيتم التعامل معها. غرفة الفار أنيطت أمام لعادي الزراق. عادي الزراق في غرفة الفار بمساعدة عبد الصمد أبرتو. لحظات فقط وستعطى ضربة البداية. نعم، وتأتي في هذه اللحظات ضربة البداية من طرف الحكم ذكي رداد. الأنفاس الأولى من عمر هذا اللقاء، اللحظات الأولى من عمر هذا اللقاء. طموحات كبيرة بالنسبة للطرفين. الرجاء الرياضي سيلعب بالأقمصة المعتادة الدائمة. هنالك أيضا انسجام بين مجموعة من اللاعبين اللي ممكن أنهم يخليهم يكونوا أفضل على مستوى الخطوط الأمامية. كرة ممتازة، هذه كان بالإمكان الاستفادة منها. خروج خاطئ للحارس مروان فخر، ولاحظنا كيفية التعامل مع الكرة في الخط الأمامي. عملية البناء يعني لاحظونا جماهيريا المباراة رائعة صراحة. كرة عبد الإله حفيظي يقطع كرة في خط الوسط. ماذا يفعل؟ يحافظ على الكرة ديالو. عبد الإله حفيظي كبر الجهة اليسرى، فرصة هبطت صويبة والحارس لا زالت خطيرة. كرة رجوية، محاولة من الجهة اليمنى، ولكن هنالك إيقاف موقف. كنعتبروها أيضا من أبرز المحاولات الرجوية على مستوى بناء المرتد السريع. حفيظي خطف الكرة، بناء العمليات الهجومية، الانطلاقه الهجوميه، البحث عن الحلول، كل امور ممكن ان نشوفها يعني في هذه المنافسه. كرة رجوية الان على مستوى خط الوسط، محاولة المرور ولكن هنالك خطأ. لا، الحكم كيقول ما كانش هناك شيء. كرة ممتازة ميري يستلم، يدخل داخل منطقة الجزاء، كيقوم بالمراوغة، يقوم بتمريرة، محاولة داخل منطقة الجزاء، فرصة. ماذا يقول الحكم؟ والحكم يقول وصل اللعب في الوقت اللي هنالك راية على ما يبدو. إذا تسلل، يشير الحكم إلى وضعية التسلل في اللقطة الماضية. غادي نشوفوا الإعادة. كانت عمليه هجوميه منسقه في الخط الامامي، كانت محاوله من اجل اختراق ودخول داخل منطقه الجزاء. 14 هدف ودخلت الشباك 21 اصابه. محاوله تنفذ داخل منطقه الجزاء، راسيه، كره الهدف، ومروان فخر ينقذ الكره الماضيه وينقذ مرمى من كره كانت بالامكان ان تكون في المرمى. رايه مرفوعه من الحكم المساعد، رايه مرفوعه من الحكم المساعد. لقطه من اللقطات التي تاتيك بهذه الشاكله. كرة أمامية من الجهة اليمنى، محاولة اتجاه مبيلي يلعب كورتو، يمشي مبيلي، يدخل مبيلي، يراوغ مبيلي، طولها بعض الشيء للأمام، ويظهر أيضا الدفاع الرجوي المتين الذي يزيح كل خطر. بإمكانه أن يكون قريبا من معترك القلعة الخضراء. كرة من زرعوني يرجع للخلف، وليد صبار يلعب الكرة ديالو في اتجاه أولو يلعب الكرة ديالو. هذه كرة أمامية ممتازة الجهة اليمنى. لاحظوا بناء العملية الهجومية، الاختيارات سواء من الجهة اليمنى والجهة اليسرى كلها. الحدث عن ناجي حلاطي يرفع كره في اتجاه بن جديده بعيد عليه في اتجاه صبار كيلعب الكره ديالو، يحاول ما يمكن يمرر. ماذا يختار في اخر مطاف انه يحافظ على الكره، يختار تمريره، فرصه راسيه، كره ممتازه. محاولة أولى للرجاء. هذه عملية من جديد لصالح فريق الرجاء الرياضي داخل منطقة الجزاء. الهبطي مرة أخرى، يحاول يمرر، كتضيع، كتصبح لفريق حسنية أكادير. لاحظوا هنا عملية الرد السريع من جانب فريق حسنية، ولكن تؤد هذه العملية الهجومية مع انطلاقتها. رجعت عند الهبطي ماذا يفعل؟ تمريرة اتجاه حفيظي داخل منطقة الجزاء، صويبة، والجرباوي ينقذ الموقف مرة أخرى. الرجاء يندفع، كرة رجاوية، جول. صعبة على معترك الحسنية، ولقاء رائع صراحة. عملية هجومية ممتازة من جانب فريق الرجاء الرياضي الزرعوني، كاد أن يضع بصمته الخاصة أمام تألق حارس. نعطيو قيمته، نعطيو حقه، على اعتبار أنه تألق في إبعاد خطر رجوي، كان مدائما بفريق الحسنية. ونلاحظوا طريقة في بناء العملية الهجومية، لعبات كرة في اتجاه الهبطي رأسية، كاد أن يضع في المرمى لولا تألق الحارس اللي خدا المكان المناسب.
لاحظوا جرباوي، وبعد ذلك استؤنفت العمليه الهجوميه مترابطه صغيره محكمه. لابطي كيقوم بالمراوغه، لاحظوا هنا في اتجاه الحفيظي، هنا انزال الكره، جاءت الكره في اتجاه بدوي، كره تلعب الان داخل منطقه الجزاء، محاوله راسيه، جول. هذا فاول، هذا فاول للحسنيه. الضوء الذي كان يطالب به الجمهور حضر، يضيئون يمتعون، والهدف الاول الذي يظهر على انه كان جاء من كره مرفوعه داخل منطقه الجزاء. سكتيوي يقبلون راس المدرب القديم الجديد الذي يظهر على انه تحرر معهم. نعم، كرة في الزاوية نفذت بهذه الطريقة والراسية نحو المرمى 1-0. جدار دفاعي منتصب من جانب فريق الحسنية، كرة أمامية، فرصة راسية، مقدم كاد أن يضع في المرمى، لكن راية الحكم المساعد أشادت عملية هجومية يظهر على أنها كادت أن تقدم الجديد للرجاء. نشوف هنا التموضع، نعم، نشوف هنا الخروج الحكم المساعد، إزاحة الخطر، والجماهير تتفاعل كما نشاهد الآن. كرة أمامية راسية، والرجاء يضيع مرة أخرى. راية مرفوعة من الحكم المساعد على ما يبدو. أولو يا أولو، راسيتو غير محظوظين فريق الرجاء، غير محظوظين اليوم. إذا في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن حكم المواجهة ذاكر الضاد على نهاية تفاصيل الجولة الأولى بنتيجة معروفة، هدف واحد مقابل لا شيء، هدف بإمضاء رأسية لاعب قيدي، اللاعب عزيز الذي تمكن من أن يقدم نورا جديدا، ضوءا جديدا في مباراة اليوم من جانب فريق الحسني على حساب الرجاء. هنالك شيء ما انه استدعى العميده الطرفين معا، وكان هناك حديث حول الفار لان الاشاره الحكم توضح ذلك. انطلقت الجوله الثانيه وانطلق مشوار 45 دقيقه في الشوط الثاني من عمر هذه المباراه، والطموح الان سيكون كبير لا محاله من جانب كل فريق باش انه يتمكن من التسجيل. مقدم حركاس يحافظ على الكره ديالو ما يتسرعش. الانطلاقه تاتي من الجهه اليسرى، لاحظوا هنا البحث عن الانزال بشكل سليم. نعم، هكذا كره داخل منطقه الجزاء، فرصه كره تنادت، صويبه الى خارج رقعه الميدان، ولكن محاوله بن جديده كان بالامكان انها تكون في المرمى. خدع الكره في المكان المناسب، مرت عبر مجموعه من اللاعبين وبعد ذلك لم يتمكن من وضعها في المرمى. لاحظوا 3 ديال اللاعبين الى 5 ديال اللاعبين الان، ثم بعد ذلك استلم الكره صوبها بالقوه امام افصال، امام مجموعه من اللاعبين الاخرين، لكن لم يتمكن من تاثيرها بالشكل المناسب الى خارج رقعه الميدان. كره اماميه، محاوله من جانب فريق الرجاء الرياضي الجهه اليسرى، لم تحسب بعد، لا زالت مستمره رجويه، فرصه ماذا يقول الحكم؟ يقول ليس هنالك اي شيء، والحكم يقول ليس هنالك اي شيء في لقطه ولا السقوط داخل منطقه الجزاء. عمليه هجوميه وسنتابع احتجاجات. شوفوا اللقطه، شوفوا المحاوله، العمليه، الخط الامامي، شنان بحث من اجل الوصول الى الخط الامامي وايضا الوصول الى المرمى. كره لصالح فريق الرجاء الرياضي، تنفذ هذه الكره داخل منطقه الجزاء، راسيه، والقائم ينوب عن الحارس، مباشره الى الزاويه مره اخرى. يظهر على انه عمليه هجوميه من جانب فريق الرجاء الرياضي، كان قاب قوسين وادنى، ومرت هذه المحاوله مره اخرى، رفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه، جول، والهدف من جانب فريق الرجاء الرياضي. أولو يرتدي جلباب المهاجمين، يضع الكره في المرمى، 1-1. فعل لقاء قوي، لقاء مثير، لقاء صراحه يمكن نقول بانه على الاعصاب من جانب الطرفين. الرجاء يعود في المباراه، الضغط في الخط الامامي، اولو كيطلب الدعم الجماهيري، مقابله صراحه تسكوكيه الاحداث ديالها، اختيار الجهه اليمنى، الاعتماد على التمريره في اتجاه مذكور، عبد الاله مذكور كيرفع كره جانبيه داخل منطقه الجزاء، فرصه، هدف يضيع للرجاء الرياضي،
هدف لحسين رحيمي كان اللي بامكانه انه يضع الكره ديالو في المرمى. الطريقه ديال بناء العمليه الهجوميه كانت جيده، فرصه مواتيه. شوفوا هنا الامكانيات اللي تحت الفريق الرجاء اللي من كره تمريره داخل منطقه الجزاء. هنا اللمسه الاخيره الى خارج الخط الخلفي للملعب. وصلنا للفاصل الاخيره بالعمر هذه المواجهه، 2 ديال الدقائق انتهى هذا اللقاء. في وقت اللي كنشوفوا هنا بناء العمليه الهجوميه، المحاوله داخل منطقه الجزاء، فرصه كره الهدف، كره الهدف من جانب فريق حسنية أكادير. الفاصل الاخيره من عمر هذه المقابله، 7 ديال الدقائق. كره رجويه، محاوله في الخط الامامي، فرصه ولكن في اخر المطاف كتضيع الى خارج خط الجانبي الملعب. السيناريو ديال المباراه صراحه شد الاعصاب ديالو، على اعتبار انه كل طرف يريد ان يفوز ب3 نقاط كامله، الامر الذي لا يظهر على انه متاح في الوقت اللي كان الرجاء متاخر بهدف واحد. عاد في المباراه كانت معنويات مرتفعه لحسنية أكادير، تلقاو الهدف، رجعوا للمنطقه الدفاعيه. تعليمات ربما من المدرب عبد الهادي السكتيوي هي اللي خلات ان اللاعبين ديال فريق حسنية أكادير انهم يكمشوا بعض الشيء دفاعيا. بطاقه حمراء تاتي في هذه اللحظات، بطاقه حمراء تاتي في هذه اللحظات، مستجد في الوقت الاضافي. الحكم داكرداد كيتوجه لشاشه الفار. نشوفوا اللقطه، غادي نشوفوا اللقطه مره اخرى. هذه هي الصوره وهذه اللقطه المقترحه عليه من غرفه الفار، من غرفه الفار. هنا تمريره، هنا السقوط ديال اللاعب. لاحظوا اذا هذه العمليه تقترح على حكم المواجهه داكرداد. الحكم ضاف 7 ديال الدقائق. هنا داكرداد خدا القراءه ديالو، القناعه ديالو بعد معاينه شاشه الفار. والرجاء يريد ان يخرج من هذا الامتحان الصعب للحسني الذي بادر للتسجيل اولا قبل ان يعود الرجاء الرياضي عن طريق اولو ليتمكن من هز الشباك. كره للجهه اليمنى للحسنيه، تمريره داخل منطقه الجزاء والراسيه، كره الجول، جول 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 للحسنيه في الانفاس الاخيره للمباراه. يسجلون، يعودون، يسجلون ويعودون في الانفاس الاخيره من المباراه. نعم، مباراه لم تحسم ب1-1. الحسنيه ياتي في الانفاس الاخيره ويسجل ثاني الهدف. يستفيدون من النقص العددي ولكن يثابرون. كره دائريه جانبيه مرفوعه. الحسنيه 20 نقطة جنبا لجنب رفقة فريق المولودية الوجدية وفريق الرجاء الرياضي ب8 أو ب33 نقطة في المركز الرابع، خلف الفتح ب38 نقطة والوداد 39 نقطة، فيما الجيش نعم في المقدمة وفي الصدارة. تنتهي المباراة، أول مباراة للمدرب عبد الهادي السكتيوي يتألق فيها، وانتصار على حساب فريق الرجاء الرياضي. الحسنيه يستفيد من مباراه اليوم 2 ديال الاهداف مقابل هدف واحد.